اخيرا ايربودز برو جديده تم الاعلان عنها رسميا من ابل، وهي الايربودز برو 3. شكلها ما اختلفش كتير، بس السماعات نفسها بقت اصغر شويه، والمفروض انها بقت مريحه اكتر وبتثبت في الودان احسن، خاصه ان الاطراف الكاوتش دي بقت فوم من جوه وبيجوا ب5 مقاسات مختلفه. العزل فيها او الاكتيف نويز كانسليشن بقى احسن الضعف عن الجيل اللي فات و4 اضعاف عن الايربودز برو الاولانيه، وصوتها كمان بقى اقوى واحسن، وبقى فيها ميزه قويه شغاله بالذكاء الاصطناعي، وهي الترجمه الفوريه او اللايف ترانزليشن، اللي هيكلمك بلغه تانية انت هتسمعه بلغتك انت، وانت لما ترد بلغتك يا اما هو هيقرا الترجمه على موبايلك، او لو بيستخدم نفس السماعه هيسمع اللي انت بتقوله بلغته. السماعه بقت مناسبه اكتر كمان للرياضه عشان مقاومتها للميه والاتربه زادت ل IP57، وبقت تقدر تقيس النبض من ودانك، فتقدر تتابع التمارين بتاعتك من السماعه على طول من غير حتى ما تكون لابس ساعه. البطاريه كمان اتحسنت وبقيت تقدر تستخدمها لغايه 8 ساعات متواصل وانت مشغل الاكتيف نويز كانسليشن، او 10 ساعات لو انت مشغل ترانسبيرنسي او نظام الشفافيه، وسعرها زي ما هو $250. وفي الفيديو الجاي هحكي لك عن الساعات الجديده.